لكن ان شاء الله الف مبروك لاحلى عريس. الله يبارك فيك روحي. احمد ما رح طول عليك، رح اختبرك اختبار صغير. لك تفضل. هلا اول ما تفوت على الغرفه شو رح تعمل؟ لك يا زلمه عيب عليك، يعني مبينه يعني عريس بده يدخل على غرفته، يعني بعرف. طيب بما انك بتعرف انا حابب اسمع منك شو بدك تعمل اول شيء. لك خلص يا زلمه، لك عيب عليك، خلص انت روح، خلص يعني بعرف انا ايش بدي اسوي، والله العظيم بعرف. طيب عم بسمعك احكي لي. خلص يا زلمه، لك عيب عليك، ايش بك؟ خلص يعني بدي، فهمت علي هيك يعني انه بعرف، والله العظيم بعرف. لا 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 احمد، انت فهمان الموضوع غلط، الله يسامحك يا زلمه، راح مخك لبعيد. الزواج مو بس هيك، مو مثل ما انت عم تفكر بس. طيب هات لنشوف، انا هلا اذا فتت لجوا ايش بدي اسوي؟ يعني هلا اول ما تدخل على الغرفه بتصلي ركعتين بنيه ليله الزفاف، وبعد الصلاه بتقول اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها به، وارضيني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع، وايسر ائتلاف، فانك تحب الحلال وتكره الحرام. ومنكم نستفيد.